السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. طبعا الفيديو ده أنا عامله بخصوصي لنفسي واللي بيشاهدني واللي بتابعني على قناتي. حبيت أشارككم فرحتي إن أنا الحمد لله السنة دي ربنا كرمني واشتريت مزرعة، وده من كرم ربنا علينا. اشترينا مزرعة اللي في الفيديو اللي أنا بصورها لك فيديو حاليا، حبيت أصورها لك تشاركني فرحتي. ايه سبب المناسبة؟ فأما بنعمة ربك فحدث وفيد الناس. يعني أنا بفيدك إن أنت دايما لما بتخطي خطوة لازم تكون إيه اللي مطلوب تكون في الخطوة دي، إيه عايزه فيها، حتى لو المقابل المادي بزيادة، بس أنت في خطوات صح وصحيحة مش هتفرق معاك خلاص، هتنجح. مفيش أي مشكلة، النجاح ده بإيد ربنا. بس أنا حبيت أشاركك الفرحة. أنا شاري مزرعة كلها الحمد لله، وكتبت العقود وخدت المزرعة وخلصت. السعر طبعا مش عايز اقول لك، السعر تخطى كل الحدود. فانا بقول لك كلمتين، لما تشتري حاجة حتى لو انا الفدان شاريه في زيادة 200,000 جنيه، في زيادة 200,000 جنيه عن سعره الحقيقي، او 250 كمان، 250,000 جنيه. عايز اقول لك 300,000 جنيه كمان شاريه زيادة في 300,000 جنيه. والاسباب انا مقتنع ان الجنيه قيمته قلت، ومقتنع ان الاراضي اسعارها زادت، ومقتنع كمان ان الزراعات مكاسبها كويسه جدا. فانا راجل بحكم خبرتي في المجال اضطريت ان انا اشتري بنفس السعر ده، حتى لو مرفوع عليا كنت هشتري. ودي من نعم ربنا على الواحد، ان الواحد الحمد لله يعني ربنا بيسر له اموره ويسهل له، ولما بياخد قرار بيكون ربنا مسهل له كل الامور، مش واحد متذبذب. يعني انا خدت القرار في شراء المزرعه دي، مش قعدت شهور ده وشهور ده، لا، خدت قرار مره واحده. بحكم ان انا خبره في الزراعه وخبره في الاراضي، خدت قرار مره واحده وما قعدتش ابص يمين وابص شمال ومتحير وانزل هنا وانزل هنا، قرار خلاص. والحمد لله خطوه كويسه جدا، وناس كتير باركت لي عليها وفرحت ان انا بضيف مزرعه لمزارعي ملك. فدي من ضمن الاضافات الكويسه اللي الواحد بيلاقيها. الكلمتين بقى اللي عايز اقولهم لك، انا خطيت الخطوه دي وانا مقتنع ان السعر غالي، بس خطيت الخطوه وانا مقتنع ان ربنا هيرضيني الحمد لله، ربنا هيرضيني الحمد لله. اذا انت لما تشتري مزرعه، انا قلت لك كذا نقطه مهمين جدا. ميه ابار ما تكونش تتخطى ال1000، تمام. ثانيا موقع يكون فيه كل الزراعات وكويس، في زراعات كتير يدل على النجاح. لكن لما انت تيجي تلاقي المميزات دي موجوده وتقول لا والله ده السعر غالي، ده انا هضطر اقعد في مكان رخيص، اذا انت بتخطي خطوه غلط. انا بقول لك كلمتين وخدها مني نصيحه بحكم الشغل واللف والكلام ده كله. خد ميه قليله، خد مكان فيه زراعات كتير وفيه شغل كتير، وخد غالي وربنا هيبارك لك، ده المكسب. انما كتير غيرك خد الفدان ب5 و6 و7 وفشل وهيفشل لسبب هو كان في دماغه انه بياخد فدان ارض في مكان رخيص، واهم شيء ياخد ارض، لكن ما بصش على ميه، ما بصش على موقع استراتيجي، ما بصش على الخطوات دي، ما بصش على الزراعات اللي موجوده. كل ده لازم تحطه في حسبانك. فانا اللي بيتعرض عليك ارض مثلا، انا بقول لك اهو ب100,000 جنيه، ب65,000 جنيه، وعليك تقنين عليك تقنين مثلا، الكلام ده كله، وميه كويسه، ومتاكد ان الاوراق سليمه وهتدفع تقنينك وكله تمام، انا اللي بقول لك توكل على الله. ما توقفش، ما تقولش لا انا لقيت في المكان الفلاني الفدان ب20,000 جنيه بس الملوحه 2000، والتاني اقنعك ان انا عايزك تاخد ارض تزرع فيها كل حاجه. انا دلوقتي واخد مزرعه فيها تين شوكي، تمام، فيها تين شوكي،
انا التين الشوكي ده جه في يوم من الايام انضرب، مثال انضرب، هقلب التين الشوكي وازرع زرعه تانية، ما اوقفش على زرعه معينه، ما اوقفش على زرعه معينه. فانت خد الارض اللي تنجحك، خد الميه اللي تنجحك. السعر زاد عليك في الفدان 5، انا بقول لك الفدان زايد عليا 300,000 جنيه، زايد عليا انا 300,000 جنيه وتوكلت على الله وخدته. هتقول لي طب ليه قبلت؟ قلت لك كان عندي في ناس كتير هتاخد غيري، ناس بتجري على الاراضي بطريقه رهيبه، في ناس بتجري بعقل، الناس ما بتجريش بعقل، في ناس عايز تعالى يلا في ارض ايه كذا كذا هناخدوها يلا، ومش عارف ايه الملوحه وايه الارض وايه متطلبات الارض وايه التكاليف وايه المصاريف، كل ده عائق. فمناسبة الفيديو ده، فانا بقول لك يا سيدي من دلوقتي ظهرت حاجة كويسة ليك مترجعش لورا، خلص، في غيرك هياخد. الكويس بيلاقي زباينه، تمام، الكويس بيلاقي زباينه والخبرة. ظهرت حاجة كويسة ليك خلص، تمام، خلص، لان انت الجنيه دلوقتي بتاعك ملوش 3 لازمة، تاخد ارض احسن من اي فلوس مركونة. خلاصتها وازرع واشتغل، مش بقول لك ازرع تين شوكي، ولا بقول لك انا راجل شغلانتي التين الشوكي، انت خد ارض تكون شغلانتك الزرعه اللي تناسبك، تين شوكي، موالح، فاكهه، خد اللي تناسبك، تمام. تنسوش ان انتوا تدعوا لنا وربنا يبارك لنا في المزرعه ويسهل امورنا ويبارك لصاحب المزرعه في القرش اللي خده، وتكون وش خير علينا. وبمناسبه التين ده عمر 3 سنين، السنه الجايه الرابعه، تمام، ان شاء الله تكون وش خير علينا وتساعدنا ونشتري مزرعه كمان، زياده الخير خيرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.